أهلا فيكم مع محمد صدقة ومساكم الله بالخير. طبعا حلقتنا اليوم مختلفة تماما. حلقتنا بدايتها أننا تألمنا كسعوديين أكيد وكخليجيين لما أصاب شقيقتنا عمان وأهاليها، اللي نتمنى الله سبحانه وتعالى ينجيهم من كل الشرور، ونتمنى أنه هذا الإعصار يكون مر بإذن الله بكل المشاكل اللي شفناها من خلال الصور والأحداث اللي حصلت في عمان. إعصار شاهين الشهير اللي اقتحم عمان، ولكن بقلوبنا ودعواتنا معاهم إن شاء الله أنها تمر هذه اللحظات العصيبة على عمان وأهلها بكل خير وسلامة يا رب. قلوبنا معكم، تذكروا كل الخليجيين وليس فقط السعوديين. جاهزين أكيد ومالكم إلا جاهز أكيد. التطبيق الأسرع والأكمل والدائما الأجمل في كل تفاصيله وبكل الأشياء اللي موجودة من خلالها من عروض. أنت تعرف أنه تطبيق جاهز، بس اللي عليك تطلب الأوردر وفي ثواني إن شاء الله بإذن الله أنه يكون أوردرك جاهز وقدامك. وخليني أقول لك كمان وزيدك من الشعر بيت أنه هو التطبيق الوحيد ما بين التطبيقات اللي يقدم عرض 10 ريال، حتى لو اشتريت ب2 ب3 ريال ما في إلا 10 ريال هي اللي تدفعها، وبالتالي نو اني كوست. يعني عيش بوجبتك واستمتع بالحلقة، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة تكون مثل ما أنتم تتوقعوها وتعجبكم. تطبيق جاهز مدلعكم، وأكيد بما أنكم متدلعين مع جاهز تعالوا إيش رأيكم ندلع سوا ونشوف إيش في تفاصيل جديدة في حلقتنا مجهزينها. وأكيد أنه إحنا من خلال مشوارنا اليوم في هذه الحلقة بالتحديد مجهزين لكم حاجة مختلفة. مين يا ترى؟ لا تنسوا تدعمونا باشتراكاتكم ولايكاتكم أكيد، وكمان في نفس الوقت أنك أنت تفعل زر الجرس للتنبيه عشان توصلك حلقاتنا أول بأول. تكون مشغول تكون شيء الجرس يجيك وعلى طول مباشرة تتابع الحلقة. كل خميس الساعة 11 أكيد معاكم حلقة جديدة. وبعد أكيد ما دلعكم جاهز، تعالوا نتدلع مع بعض ونشوف هاسي. يا هاسي. It's a pity for the team because this was the most complete game that they played until now. Etihad was not better than us. We had better chances. The only difference is they make the chances, they score and we didn't. In 2 set pieces, this is painful. لكن احنا الاتحاد لم يكن افضل من الاهلي حتى في الفرص يعني والكره في اللعب. يعني الفرق بينه وبينهم استطاعوا يسجلوا، احنا لم نستطيع ان نسجل. يعني سجلوا هدفين من كرات ثابته. حلوين. الاتحاد لم يكن الافضل. طب لو كان الافضل وش راح يصير؟ انت قاعد تهون المصيبه على الجمهور يعني ولا ايش؟ الفرق بس انه الاتحاد استطاع انه يسجل والاهلي ما استطاع انه يسجل. الله يهديكم، بس انتوا ليش مكبرين الموضوع؟ لا الموضوع عادي ترى بسيط. انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة الا بالله. Just at that time the VAR goes out. I don't think it's a foul that Alioski make, and then we don't follow the man, easy, and then in the second goal, too easy block for Ajazi. We saw it, we train it, and we still leave it to do that. الاهلي نار، الاهلي انهار، لا في انتصارات ولا في اي حاجه، وانت ماشي بالامور ما حتى بلغت البطولات اتس ايزي. يعني اتس ايزي، يعني ليه مكبرين الموضوع انتم في النهايه؟ انا ماني فاهم. ما يسجلوا ولا هم قاعدين يجيبوا اهداف ولا هم قاعدين يفوزوا ولا في انتصارات ولا اتس ايزي اتس ايزي. يعني مش فاهم انا الموضوع. انت رايح فين بالهال يا كابتن؟ I don't know really I don't know. I don't know what they're writing, and I'm not concentrating on that. I'm concentrating on my work to prepare the team to play. And today the team was prepared because Etihad, they didn't have nothing until the goal, and these 2 goals were set pieces. They are not in the game. لا اهتم، لا اسمع، لا ارى فيما يقال في الخارج. انا عملي داخل الملعب. We had the better chances in the game. لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم. انا الحين عرفت ايش الاسباب. هاسي ناسي، وانت بلغت الفريق وبلغت البطولات. الله يسامحك يا شيخ. الشوط الاول للاسف الفار زي ما شفنا يعني فقدناه مرتين تقريبا خلال المباراه. نتكلم عن الهدف الاول، ممكن يكون ما هو فاول على اليوسكي. يعني بدايه الهدف ما استطعنا نشوفه يعني لانه ما في فار. يعني هاسي انت لازم تجيب اعذار في الموضوع.
يعني مرة الحكم ما شاف الفار، ومرة الحكم ما حسب لنا بلنتي. ايش بالضبط؟ انت حتى ما اللعيبة، طب ما في انتصار، ما في لعيبة سجلت اهداف، ما في كله تعادلات خسائر، يعني ما في مرة تتحمل اخطائك شوية؟ هذا حيجلطنا. طيب تعالوا نشوف رأي اعلامي ونشوف ايش وضع مدربهم وضع الاهلي. ما اعتقد انه طموح الاهلي راح يكون حول اسم مثل هاسي، مهما ما حتى السي في حقه يعتبر هو من نوعيه المدربين اللي يعتمد على العناصر الشابه. مع اندرلخت تحديدا قدم موسم عظيم جدا بمتوسط اعمار. مع اندرلخت قدم مستويات ممتازه في الدوري البلجيكي بعناصر متوسط اعمارها تقريبا 23 سنه، لكن إذا ما قارنا دائما الدوريات لا حد يجي يقول الدوري السويسري، الدوري البلجيكي، الدوري المدري إيش، ما تليق مش بقوة المنافسة في الدوري السعودي. لذلك أنا أتوقع توقع شخصي ومن قراءة أنه لا أعتقد أن الأهلي وصل لمرحلة أنه يفكر في مدرب مثل هاسي. أتوقع يكون الطموح أكبر بكثير جدا، لأنه الأهلي يحتاج مدرب هيبة. الأهلي يحتاج لمدرب تكتيكي دفاعي ليس هجومي مثل هاسي، ولعيبة عليهم القيمة الفريق يقدر ينافس فيهم. كل هذا بالموضوع والمختصر بالنسبة للأهلاويين إذا أرادوا العودة للمنافسة، وأعتقد أنه طريقة هاسي حتجلط المدرج. I understood that my last interview that I had before the game of Al Hilal make some noises in a media, social media. مع السلام لو نويت تروح، مع السلام يا أغلى من الروح، مع السلام. أنا أكيد لازم نبارك الاتحادين، هذه الصدارة المستحقة بجدارة. فاز الاتحاد وقدم نفسه لجمهوره في موسم مختلف تماما، والإتي غير هالموسم اللي يبغى يشوف مقياس ومعيار حقيقي لإنجازاته وفي نفس الوقت لمبارياته ويختبر مدربين ويقابل الاتحاد بهذه القوة اللي ماشي عليها العميد وجمهوره. كل التحية وتستاهل يا عميد. حق يجب أن تقال بصوت عال. جماهير الاتحاد تحضر بصخب كبير. الله يعين الفتح، فهو كأنه يواجه دولة. هذا مو بجمهور نادي، هذا جمهور منتخب، هذا جمهور دولة. في ملعب قمة تسأل نفسك لما كل هذا الحضور؟ ديربي لا، كلاسيكو لا، نهائي لا، متصدر لا، تذاكر مجانية لا، طيب في نجم معين لا، طيب ضامن الفوز لا. لما كل هذا الحضور من أجل الاتحاد؟ لاعب ومهاجم يضرب ويهرب، أنا مسميه دائما مفرق الدفاعات، له صولات وجولات، ولكن ربما الظروف ما ساعدته كثير في الملاعب، خصوصا لما كان يرتدي شعار الاتحاد، ولكن ترك له بصمة مميزة جدا مع الفريق. ايش اللي صار؟ اليوم نكشف التفاصيل. معانا رحب بالكابتن ربيع سفياني، اهلا وسهلا بك. هلا فيك حبيبي، نورت. نورك يا حبيبي، الله يطول لي بعمرك. اول شيء للامانه انا واحد من الناس اللي معجب بطريقه لعبك، بمهاراتك، بسرعتك، لكن فجاه بوم، وما اقول لك انخفت، مو ما انخفت، بس بوم وبعد كذا غاب. ليش؟
هي يمكن حال الكرة كذا يعني مرة فوق ومرة تحت. في الأخير الأشياء الزينة هي اللي تبقى وتتطور، والأشياء السلبية الواحد يحاول يطورها عشان يكون أفضل. ربيع سفياني خروجه من الاتحاد هل كان بسبب تغيير الإدارات ولا كان عدم قناعة مدربين في عملية بقائه في الاتحاد؟ أتوقع تغيير إدارات، لأن وقتها كم لاعب تغير من الاتحاد، يمكن 8 9 10 لاعبين. ما أتوقع كان قرار فني كثر ما هو كان قرار إداري يعني. نعم. في الأخير الواحد ما يعرف وين الخير يعني، فالحمد لله يعني أهم شيء إني طلعت من الاتحاد وأنا محقق إنجاز باسمي وباسم النادي. أنت الآن في نادي بدون نادي وقفت، بس إنما شغال، وتقريبا اللي أنا عرفته إن شاء الله بإذن الله حتعطيني حتعطيني شوية. ترى أنا ما بكشف لكم أشياء كثيرة، بس ترى شغالين عليه كم نادي في الشتوية. تقول الحق ولا أعلم؟ لا هو لا بعدين ترى أندية مو هينة. إن شاء الله شتوية. أنا ممكن بعد شهر أو شهر ونص بروح أسوي إعداد في فرنسا، أجي على يناير وتكون الأندية اللي تقول عليها. إن شاء الله بإذن الله أنك ترجع على الأندية اللي أنت تترغبها، وهي الأندية أنا متأكد أنها تترغبك، لكن ربما الفرصة اللي في الفترة الحالية كانت غير مواتية لسرعة التوقيع ربما على الأندية الكبيرة، خصوصا التوجه على اللاعب الأجنبي. ما تشوف أنه ظلمكم؟ الكل يشوف اللاعب السعودي يشوف أنه ظلم، أن 7 لاعبين أجانب، ومع أن في لاعب سعوديين ممتازين يعني يستاهلون فرصة. في الأخير احنا مع القرارات اللي تقدمها وزارة الرياضة. في الأخير أهم شيء عندنا احنا كلاعبين صراحة في الآونة الأخيرة أن الواحد يلعب باستمرار. جميل. أبغى أسألك عن الأهلي، إيش رأيك فيه؟ والله شوف أنا الفترة الحالية والله ممكن ما تصير لا عدو ولا صديق وضع الأهلي يعني. الأهلي نادي كبير، اسم كبير يعني، فكل الأندية تمر بظروف. أتوقع أنا الأهلي يمر بظروف بداية الموسم، ممكن في لاعيبة الأجانب في مكانه قد المستوى المأمول أنهم يخدمون النادي، فأتوقع له عودة يعني. نادي كبير، فالخمس نقاط اللي جابها ب5 جولات مو بقد اسم الأهلي، فأتوقع مع الوقت يتحسن الوضع. هو لو يفوز مباراة واحدة بيرجع الوضع الطبيعي ورتم الانتصارات. الاتحاد بعد نشوة الانتصارات الاتحاد حاد بوم الاتحاد بوم واحدة بوم سريعة هذه ما يحتاج، لأنه شاف شيء متغير عن الفترة اللي كنت فيها. متغير. هو الاتحاد دائما معروف بجمهوره، معروف بغرفة الملابس في نادي الاتحاد. الفريق كتلة واحدة وأسرة واحدة. أنت لو تشوف احتفالهم وقت ما يجي هدف ممكن كل الفريق يحتفل، ال11 لاعب يحتفلون، الاحتياط يحتفلون. هنا تحس بقيمة الفريق يعني. والاتحاد السنة دي يعني من البداية بدأ بداية ممتازة، وإن شاء الله يستمر لنهاية الموسم، لأنه فريق يستاهل بطولة وجمهور يستاهل يفرح. الهلال النصر، ما رأيك في وضع الهلال وبعد كده نروح للنصر؟ والله الهلال ممكن مو الهلال العادة، بس انه مو قاعد يفرط في نقاط كثيره يعني. الهلال الميزه فيه انه مهما كان سيء يقدر يفوز في المباريات. النصر يمكن عنده مشاكل الكل قاعد يشوفها. النصر فريق قوي جدا اتوقع بمحترفين وباللاعيبه المحليين، فريق بطل، والزمن الكل يشوف انهم الاثنين يلعبون في دوري الثمانيه في بطوله اسيا، وان شاء الله يتاهلون باذن الله. اتمنى باذن الله. النصر الكل ممكن قبل الموسم الكل رشح النصر انه بطل الدوري على الاسماء والمحترفين اللي جابها، بس دائما انا عندي مقوله دائما اقولها لاي حد ان هي بالكيف مو بالكم يعني. انت مو شرط تجيب لاعب ب10 مليون او ب11 مليون وينجح، ممكن تجيب لاعب ب2 مليون وينجح. هي بالاشياء اللي يحتاجها النادي، اللي يحتاجها المدرب. فانت دائما دور اللاعب اللي بيعطيك اضافه، لا تدور اللاعب اللي اسمه كبير. في لعيبه في النصر تشوف انه كثير بقاهم؟ لا في كاسماء من دون ما تحدد اسماء، لان نعرف انه زملاء لك في كثير، ولكن نتكلم انه في بعض لعيبه النصر يحتاج له فيهم تغيير جلده. ممكن الكل يشوف لاعب النصر من افضل اللعيبه المحليين، ممكن المحليين السعوديين. النصر ممكن يقدر يجيب فريق كامل سعوديين والاجانب، بس اتوقع انه كان ينقصهم مدرب النصر، ولحق يمكن في الامس او قبل امس قالوا المدرب. فانا اشوفها خطوه صحيحه، لان النصر فريق قوي بلاعيبه سعوديين بلاعيبه اجانب، فيحتاجون لازم المدرب يكون قوي شخصيه وقوي على اللاعبين حتى يعني. نعم.
ربيع سفياني، رسالتك لكل متابع رياضي يعرف ربيع والجمهور السعودي عامة اليوم مع الكاميرا. يمكن الجمهور السعودي ما يعرف كثير اشياء عن ربيع غير انه ربيع اللاعب المحظوظ، ربيع اللي وين ما يروح اي نادي يجيب بطوله. فاقول لهم هي التوفيق من الله، دعاء الوالدين والاجتهاد يعني، والكل مجتهد النصيب. ممكن هالشيء اللي خلاني انا ممكن في خلال 7 سنوات احقق 7 بطولات. واتمنى موسم قوي للكره السعوديه، اتمنى تاهل المنتخب لكاس العالم. عندنا مباراه مهمه الاسبوع الجاي مع اليابان على ارضنا. طالب جمهور جده انه هو ما يحتاج جمهور جده شيء من غير يعني، دام فيها السعوديه وفي الوطن يلعب اكيد الملعب بيكون فل. انت اول واحد ان شاء الله حاضر باذن الله، اذا انا موجود في جده حاضر انا باذن الله، سواء المنتخب او ديربي الاتحاد والاهلي. هذه رساله جميله. اول ما تذكر مباراه المنتخب مع اليابان. ايوه، احنا كلاعبين سعوديين او كجمهور نطمح نشوف المنتخب في كاس العالم. احنا متصدرين المجموعه، عندنا مباراه مهمه مع منتخب اليابان، مفصليه في عمليه التاهل. وفي ملعبنا، في ملعبنا ما نرضى الا ب3 نقاط لانها تصفيات نهائيه، النقطه بحسابها. وان شاء الله اللعيبه مع المدرب مع وقفه الجمهور قادرين على ال3 نقاط. سؤال اخير، تعرضت لكيرف نزول وكبوه، ضغط شويه نفسي في الفتره اللي راحت؟ والله هو اللاعب طبيعه عمله وطبيعه شغله، اذا ما يلعب فهو في كبوه يعتبر. اللاعب لازم يستمر من موسم لموسم، من مباراه لمباراه. اللاعب ما يحب يوقف، خلاص انت لاعب كره قدم يعني لازم الاستمراريه. فاحيانا تجيك كبوات فتخليها دافع لك عشان تقدم اكثر، عشان ترجع اقوى. هو لازم تمر بكبوه عشان ترجع اقوى، ما في احد بيكون مستمر طول الوقت على نفس الرتم، فنحتاج كبوات عشان نرجع اقوى. وانت ان شاء الله باذن الله قد وقدود وترجع اقوى باذن الله، والكل بيشوف ان شاء الله. نرجع ان شاء الله باذن الله نصفق لك في المدرجات على كل هدف تجيبه باذن الله. الله يعطيك العافيه، شكرا لك كابتن ربيع، شكرا على هذا اللقاء الجميل. انا فخور جدا انه هذا اللقاء اليوم جمعني بهذا الرجل، ولا اخاف بس انه يسلم عليه ويهرب مثل اهدافه. الله يعطيك العافيه، تشرفت فيك انا. الله يعطيك العافيه واتحت لي الفرصه. الله يوفقك ان شاء الله. سعيد جدا فيك. انا سعيد. اللقاء كان جميل وخفيف ولطيف، نضرب ونهرب. برنامج مع محمد صدقة زار حفل تدشين البطولة العالمية، وهي أول مرة تقام في المملكة العربية السعودية، بطولة رفع الأثقال تحت سن 17 سنة، واللي إن شاء الله بإذن الله تكون دائما هي مواكبة للنجاح. وإحنا اليوم قاعدين نعبر نحو العالمية بخطى ثابتة. رؤية 2030 تبلغ دائما معناها وقيمتها، ونحن على هذا المعنى وعلى هذه القيمة سنواصل هذا الهدف وسنصل بحول الله. واليوم هذه الخطوات الثابتة تصل للعالمية من خلال هذه البطولة. زملائي أكيد في البرنامج كان لهم أيضا تغطية خاصة بهذا الحفل الجميل في الريتز كارلتون في جدة، بحضور نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، اللي في الحقيقة شرف هذا الحفل، مع رئيس الاتحاد الأستاذ محمد الحربي، اللي في الحقيقة كان الحفل بأعظم حلة، وكذلك أيضا على المستوى العالمي وصلت أصداؤه. تعالوا نشوف. السلام عليكم، يعطيك العافية يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. نحتاج نتعرف عنك.
معكم بطل العالم وكابتن المنتخب السعودي منصور آل سليم. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه كابتن منصور. طبعا انا حاب اسالك بس بما انه اول مره المملكه العربيه السعوديه تنظم هذه البطوله الجميله تحت 17 سنه لرفع الاثقال، وايش رايك في التنظيم، وما انه يعني من اكثر من 50 دوله حول العالم مشاركه في هذه البطوله لاول مره في المملكه؟ الحمد لله التنظيم ممتاز وجميع الأفرقة مرتاحة ما توقعت أن ننظم بطولة أول بطولة ننظم في السعودية وبطولة عالم، يعني بحجمها بمكانتها بطولة عالم، والحمد لله يعني الحضور الدول موجودة، أبطال عالميين، وإن شاء الله يكون حظوظنا احنا كسعوديين إن شاء الله على ميداليات إن شاء الله بإذن الله يا رب. هذا إن شاء الله اللي احنا ننتظره بإذن الله النتائج الإيجابية. مين تتوقع يعني ممكن من الدول أو المناطق ممكن يكون لهم يعني والأقوى من بين ال 54 دولة أو اعتقادكم ممكن؟ في دول كثيرة احنا ان شاء الله نكون من الدول اللي بتاخذ على المجموع العام ان شاء الله باذن الله من الثلاث الاوائل ان شاء الله باذن الله يا رب، نتمنى ذلك. شكرا لك يا كابتن واثريتنا، الله يعطيك العافيه. شكرا لك. طيب معنا الان الكابتن، يعطيك العافيه يا كابتن. حاب بس نتعرف عليك. بطل الرباح حسين عبد الرزاق الماجد، بطل وزن 89 في لعبه رفع الاثقال. ما شاء الله تبارك الله. كابتن حسين، حاب اسالك عن ايش رايك في التنظيم؟ المملكه العربيه السعوديه اول مره تنظم في هذه البطوله رفع الاثقال تحت 17 سنه باكثر من 50 دوله حول العالم. شيء محفز الى اللعيبه اللي موجوده، وان شاء الله نحقق فيها مركز في الجماعة، يعني كلعبه جماعيه وكلعبه فرديه، يعني النتائج الفرديه والنتائج الجماعيه ان شاء الله نحصل ميداليات وان شاء الله نجيب فيها الكاس باذن الله. الشباب ما شاء الله تحت 17 سنه في البطولات السابقه سمعنا في لوس انجلوس او في كانوا بيحققوا، يعني كانوا قريبين من انهم يحققوا البرونزيه. عندنا لاعبين جابوا ميداليات عالم، علي العثمان وعلي مجيد، اثنينهم حققوا عالم، وان شاء الله هذه البطوله نحقق ان شاء الله فيها باذن الله. باذن الله يعني هذه البطوله ان شاء الله نستنى اقل شيء ان شاء الله منكم ميداليتين ثلاثه واكثر ان شاء الله. كل اللعيبه جاهزه ومعسكرين، صار لهم اكثر يعني من 6 شهور معسكرين وجاهزين، اللعيبه كامله جاهزه، وان شاء الله ننتظر النتائج باذن الله. تكون النتائج مشرفه ونستناكم واحنا داعمينكم على طول والى النهايه ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن. يعطيك العافيه. حياك. طبعا معنا الاستاذ احمد الصبان عضو اللجنه الاولمبيه السعوديه. يعطيك العافيه استاذ احمد ونشكر لك حضورك معنا. حاب اسالك ايش رايك في تنظيم المملكه العربيه السعوديه لهذه البطوله اللي هي تحت 17 سنه لرفع الاثقال، وايش رايك في انه يعني التنظيم الجميل هذا وبحضور اكثر من 50 دوله حول العالم؟ اولا اشكركم على الحضور. شيء ثاني، السعوديه الان صارت وجهه الرياضه العالميه في جميع الانشطه، مو بس الليفتنج، سيارات، نشوف العاب قوه، جميع الالعاب. السعوديه صارت الديستنيشن العالمي للرياضات المختلفه. اول شيء اتحاد رفع الاثقال من الاتحادات النشطه جدا. شفنا نتائجهم في اولمبياد طوكيو مؤخرا كانت جدا مبشره وجيده. يعني اللاعبين وصلوا لادوار متقدمه، يمكن الاصابات حرمتهم من ميداليه، كنت اتوقع ميداليه اقل شيء برونزيه في طوكيو. يعني هذه بطوله مهمه لاكتشاف المواهب حول العالم في هذه الرياضه. اتمنى منتخباتنا ولاعبينا السعوديين يحققوا نتائج متقدمه في هذه البطوله، وحتى لو ما حققوا نتائج متقدمه هي اكتساب الخبره، لانه احنا بنبني اليوم جيل من تحت. عندنا بطولات، يعني العاب الاسيويه 22، وعندنا العاب اولمبيك جيم في باريس 2004. اعتقد انه احنا نبني اليوم جيل للمستقبل، واذا يعني انا دائما اقول المشاركات الكبرى تكسب اللاعب خبره والثقه طبعا. واذا ما حققوا في البطولات القادمه اللي انا ذكرتها، انا اعتقد وبنسبه كبيره انه في لوس انجلوس 2008 حيكون في ميداليه في رفع الاثقال ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا استاذ احمد، وباذن الله نتمنى لمنتخبنا مزيد من التوفيق وتحقيق الانجازات يعني وان شاء الله الرياضه السعوديه يعني باذن الله محطوط لها بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد وبدعم اللي هو داي باي داي من سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل لجميع
بجميع الخطط الاستراتيجيه والاعمال اللي بيقدموها الاتحادات، وان شاء الله نحصد النجاح والتفوق باذن الله. باذن الله. وعلى قولك يا استاذ احمد زي ما قلت يعني ان شاء الله حتى لو ما حصدنا الان في بلان للمستقبل القريب. نعم. باذن الله. صحيح، هذا كلام. شكرا لك يا استاذ. شكرا لك. الله. وش رايكم؟ تعالوا نضحك شوي، لازم تغيير، ريفرش، خميس ونيس، واحنا لازم نعيش الوناسه مع بعض. وما بعد وي اقول له مبروك النهارده والزمالك صعد للمربع. بقول لك مبروك النهارده وكويس ان احنا صعدنا المربع الذهبي. هو يتكلم عربي، انت تتكلم عربي، كلمني في الانجليش، هو يتكلم عربي، انا كده بترجمه. انت فاكر انا كده بتكلم عربي؟ انا كده بترجم لك انجليش. قول كده الانجليش. قول انت عايز تقول له ايه؟ هو قال ايه دلوقتي؟ انت عايز تقول له ايه؟ What do you think about this match today؟ انت بتتكلم عربي ولا كده؟ طيب يعني قول له رايه ايه في المباراه النهارده وهو يا حلوه يلا يا طعمه. باي باي. يلا مع السلامه. يا بنت قدام المدرسه المديره هتطردك خصم. مو وقته دحين. يلا يا بابا الناس يلا مع السلامه. مو وقته دحين قدام المدرسه، امشي يا شيخه. يلا مع يا شيخه خش. عمري 24 عام وجيت هون في المغرب مشان اقرا. التنمر اصلا من انا وصغيره، يعني هيك مشان هيك انا بضحك، يعني ديما هيك، حتى من اهلي يتنمروا علي. ديما هيك لما يجي الضيوف، هيك انا في كل العائله انا لوني هيك، انا بوحدي. دوك لما يجي الناس زياره للبيت ديالنا كيسولوا ماما واش هذا بنتك؟ طفوله قاسيه. يا رب، ولكن هانيه دابا هانيه. كنت في الاول كنت ابكي بزاف، ولكن دابا صافي. رحت في واحد فاشن شو، وهيك واحد المصممه تقول لي انا جيت مشان اجرب الحوايج، هي تقول لي هيدي. انا ما بقيت ناس هيك اسودين، انا بقيت الناس حلوين، يعني بنات حلوين. انتي ما حلوه، زحي من هون. صافي انا نروح. قصدت انه انا مو حلوه، ولكن انا حلوه. حتى انا ترى تنمر علي، لا تشيلي هم، حل من بعضه. لازم تفهموا ايش يعني تنمر. حط نفسك مكان البنت وشوف لما الناس تتنمر عليك، سواء انت سواء هو. ترى رسالة جدا جميلة والله. البنت هذه يعني انا اقول ان اخلاقها واحساسها وشعورها زي العسل. نتمنى انه كل واحد في يوم من الايام يستفيد من هالمقطع وياخذه بطريقة ايجابية، ويعرف في نفس الوقت الطريقة السلبية اللي التنمر ايش يسوي فيها. يعني الله سبحانه وتعالى خلق البشر في اعظم حلة واجمل حلة. لما تيجي تتنمر عليك شخص، فكر قبل كل شيء لما احد يجي يتنمر عليك، شوف ايش هو احساسك، حتلقى هو نفس احساسه. فلذلك نخاف الله في بعضنا. واكيد وصلنا لختام حلقتنا الان، وان شاء الله باذن الله نتنال على استحسانكم ورضاكم. حلقه ان شاء الله تكون مميزه بالنسبه لكم، وننتظر منكم التعليقات والكومنت. هي واحده بس، سبسكرايب ولايك وشير ايش؟ هيا يا ابوي خلصنا، خلاص الحلقه خلصت، السيناريو خلص، المحتوى خلص. طب بتكلم انا. خلاص قفل الحلقه، خلصنا. باي.